اسمعوا كده كابتن عموري بيقول ايه على اللعيبه بتاعت دلوقتي. ترى في الوقت الحالي الموهبة مو كل شيء. ممكن قبل الموهبة لها دور. الكرة الحديثة اليوم تغيرت وتكلمنا في هالشيء. اليوم انت لازم تجتهد تطور الموهبة موجودة الحمد لله، هذه نعمة طورها بالامور الثانية. بالفعل مش لازم يكون عندك الموهبه علشان تكون لعيب كوره، لان كره القدم الحديثه دلوقتي ما بتعتمدش على الموهبه بتاتا، لان ببساطه ان انت اللي عليك تعمله في كره القدم الحديثه ان انت تباصي وتجري في مساحه وتضغط ضغط شرس. فانت لو لاحظت هنا الضغط والتمرير والجري في مساحه هتلاقي ان هنا مفيش موهبه بتقدر تلعب اي دور في الثلاث اشياء دول. لكن اللي بيعتمد على كره القدم الحديثه هي اللياقه البدنيه، القوه الانفجاريه والسرعات والبنيان الجسدي والبنيان العضلي. كل ده مش شرط يكون عندك الموهبه علشان يبقى عندك اللياقه البدنيه دي، وكمان مش شرط يكون عندك الموهبه عشان تقدر تمرر الكوره، لان تمرير الكوره او تصويب الكوره ده من اساسيات الكوره. ممكن ما يبقاش حد عنده الموهبه ويقدر يتعلم اساسيات الكوره. فهنا كرة القدم الحديثة دلوقتي المدرب بقى بيعتمد اعتماد شخصي على التكتيك بتاعه مش على اللعيبة. زمان كان المدرب بيعتمد على اللعيبة الحريفة عشان هم اللي بيبقى عندهم حلول، فطبعا عشان لعيب حريف لازم يكون عنده الموهبة. دلوقتي لا، انت باصي، اجري في مساحة، اخلق مساحة. كل ده ملوش علاقة بالموهبة قد ما له علاقة باللياقة البدنية واساسيات الكوره. ولكن لو الموهبه موجوده طبعا هتفرق مع اللاعب انه هيكون مميز في الملعب. انا بتكلم على ان انت لو ما معكش الموهبه وعندك الحاجات اللي انا ذكرتها دي هتبقى لعيب كوره.